كل حاجه في حياتنا تحت قانون العرض والطلب، يعني لو في منها كتيره جدا هيكون سعرها رخيص، ولو في منها قليل هيكون سعرها غالي. دي نفس الفكره بتاعه الشغلانات. مش عايز حد يضحك عليك ويقول لك انك لو اتعلمت برمجه هتروح تشتغل ب 40000 جنيه وهتقبض بالدولار، لان الكلام ده مش صح. ولا حد يقول لك لو اشتغلت في التسويق تعمل الوفات وهتكومهم فلوس جنبك، لان برضو الكلام ده مش صح. والفكره هنا ان اي شغلانه من الشغلانات اللي زي دي، جرافيك، برمجه، تسويق، اي حاجه من الحاجات دي كلها سهل انك تتعلمهم، لان هي مش كليات، مش سيستم معين وشهادات معينه لازم تاخدها مثلا زي الطب والهندسه. لا، الموضوع مش كده خالص. الموضوع انك ممكن تتعلمه بسهوله، ممكن تفتح لابتوبك، ممكن من موبايلك، ممكن من اي حاجه. مليون حد بياخد دوره وتقدر تشتغل في مليون شركه، واي حد ماشي بيفتح شركه تسويق يقدر يشغلك فيها. الموضوع كله ماشي بالحب والسبهلله. الحب والسبهلله ده نتج عنه ان بقى في عرض كتير جدا، بقى في مسوقين كتيره جدا، بقى في جرافيك ديزاين كتيره جدا، وبقى في مبرمجين كتيره جدا. طب مين فيهم اللي بيشتغل ومين فيهم بيوصل للعالميه؟ المميزين. والمميزين دول مين هم؟ اللي بيعملوا حاجه فعلا كويسه. مش هتعمل حاجه كويسه غير وانت فعلا مبدع فيها، مش هتبقى مبدع فيها غير وانت بتحبها. في النهايه انا مش عايزك تدور على ايه اللي مطلوب وايه اللي الناس عايزاه او ايه الترند، الشغلانه الترند اللي ماشيه الايام دي. عايزك تدور وتشوف ايه الحاجه اللي انت حاببها وتتعلمها، لان في النهايه اللي انت حابه ومتعلمه هيكون مميز عن اي حد تاني. فليكن اديك مثال، دلوقتي في مهندسين كتيره جدا، بس مثلا المهندس اللي حابب المكان اللي هو فيه هيقدر يشتغل في شركه كويسه. في مسوقين كتيره جدا، لكن الشخص الماركتير الشاطر جدا جدا هو اصلا لما بيروح اي شركه بيقول لهم انا هقبض المبلغ الفلاني لان انا هدخل لكم المبلغ الفلاني، وهكذا.